أنه لديه طريقة لإزعاج المنتخب الجزائري. يبدو بأن هذه الطريقة هي الدفاع والتراجع في منطقته وافتكاك الكرة والاعتماد على التحول. هذا المحاولة عن طريق سيدوسو، ولكن الكرة بترجع مرة أخرى إلى كامارا اللي بدورة بيرسل كرة، يبحث عن التمريرة خطيرة والتصويب. الله، هدف غيني أول يأتي بعد 4 دقائق فقط في شوط المباراة الثاني، بعكس كل التوقعات هنا في ملعب نيلسون مانديلا. كانت عن طريق اللاعب مورولاي سيلا الذي بدأ الكرة والذي أكملها وسجل هدفا أولا. انظر إلى جماهير المنتخب الغيني السعيدة بتسجيل منتخب هذا الهدف، هذه الهبوة. شوف التصويبة، اصطدمت في المدافع، شوف المتابعة، شوف الكرة التي تأتي في شباك ماندريا تعقد أمور المنتخب الجزائري. هم أساسا يدافعون والنتيجة سلبية، يعتمدون فقط على التحولات. هذه واحدة تنجح من فرصهم القليلة جدا في شوط المباراة الأول، لكن بهذه الطريقة والتكتيك المنتخب الغيني يتقدم بهدف مقابل لا شيء في شوط. المنتخب الغيني سبق وأن استطاع أن يحقق الفوز في 5 مناسبات سابقة في مواجهاته المباشرة مع المنتخب الجزائري، ولكن التمريرة وهنا التعديل وهنا بالرحمة. الله 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 الله، ستكملها بنفسك. كرة بالرحمة يجب أن تكتمل. الجزائر يعودون سريعا والمحاربون يتنفسون الصعداء. سجلوا التعادل، سجلوا التعادل. كرة بالرحمة لازم تكمل، ما لازم تضيع. الله على الاستلام، على الإنهاء، على الهروب. الكرة تنتظم، ستسجلها بنفسك في مرماك. يا للتوقيت، يا للتوقيت، يا للتمريرة، يا للهروب، يا للإنهاء. الله يا بالرحمة، هل تسجل هدفا بأقدام مدافعهم؟ نعم تفعل ذلك. ما فيها رحمة هذه يا سعيد، ما فيها رحمة، ما فيها رحمة هذه يا سعيد، ما فيها رحمة. المدافع ياسر بالدي يكمل كرة في شباك. هنا المحاولة ستكون على يمين حارس المرمى ماندريا لمصلحة المنتخب الغيني الذي يمتلك جرأة في الشوط الثاني. ممتاز ماندريا في إبعاد الكرة، تعود مرة أخرى من جديد والكرة بتصل أقصى اليسار، لكن الرأسية تبعد الكرة. التصويبة تأتي والكرة في شباك ماندريا. إنهم لا يصدقون ترك كامارا بهذه الصورة. 18 من خارج 18 يسجل ضربة ثانية للمنتخب الغيني في الوقت الذي كانوا يريدون وينتظرون هدفا آخر للمنتخب الجزائري. ماذا يحدث للمنتخب الجزائري في شوط المباراة الثاني؟ لماذا هذه الهفوات الدفاعية؟ لماذا ترك اللاعبين بهذه الصورة؟ شوف الكرة، شوف التصويبة، شوف اللقطة التي تذهب، شوف الكرة اللي تتهيأ، شوف كامارا الذي كان على الضربة الركنية يصوب الكرة من الوضعية الأولى والكرة في شباك ماندريا. هدف ثاني للمنتخب الغيني. حاول حارس المرمى بقفازه الأيسر لكن الكرة